اولا الحمد لله، ابارك لجمهور نادي الباطن، مبروك هذه النقاط الثمينه من فريق جميل مثل فريق التعاون، فريق يلعب كوره، فريق من افضل فرق الدوري. هذا الانتصار حقيقه يدفعنا الى الامام، خاصه في المباريات المهمه. عندنا مباريات مهمه في الدوري، وان شاء الله ان تبدا ان شاء الله تكون هذه الانطلاقه بعد التوقف ان شاء الله القادم. ايش برنامج الفريق ابو بدر في فتره التوقف؟ والله شوف، برنامج فريق طبعا حيكون ان شاء الله معسكر داخلي في الحفر، وحيكون هناك ان شاء الله مباراه وديه نهايه الاسبوع القادم، وان شاء الله بنكون جاهزين باذن الله لمباراه الرائد. يمكن اليوم ابو بدر كانت الحقيقه مفاجاه للجميع من خلال الكابتن احمد الحمودي والمشاركه وبصمته الكبيره في هذه المواجهه. شوف، احمد الحمودي لاعب كبير ولاعب له بصمات كبيره، اساسا هو لاعب من يلعب في الدوري الاوروبي، حيكون اضافه كبيره لنادي الباطن. اليوم عدم جاهزيته، لعب ثلث ساعه وادى اداء رائع، لكن ان شاء الله بيكون جاهز في مباراه الرائد. نقدر نقول يعني الباطن كسب الخبره على الاقل، بدا في دخول اجواء دوري الممتاز. اي نعم، تقدر تقول مثل هذه الامور، وبدينا حتى على المستوى التكتيك الفني والشغل داخل الملعب بدا يتطور كثير، وبدا يستوعبون اللاعبين واخذوا ثقه كبيره. ومع الايام تعرف هذا بدايه دوري، ومع الايام ان شاء الله بيكونون افضل وافضل. الاصوات ابو بدر من غرفه الملابس كانت طالعه برا، وش اللي صار؟ لا والله بالعكس، هي فرحه كبيره وكانت مكافاتهم يعني، واصروا ندبلها ودبلناها، يستاهلون. صارت ابو بدر؟ لا خليها لهم هم يعلمونك. لا شوف، الحمد لله. اولا انا مبسوط جدا من الاداء بتاع اللاعبين، اداء رجولي. احنا نادي ممكن تقولوا علينا لسه طالعين، لكن بناخد الكبار ولسه قدامه، هنشوف قدامه كده يعني. ان شاء الله قدام هيبقى افضل، لكن لسه ما وصلناش للاكتر والاحسن، لسه قدامنا الاحسن ان شاء الله. لسه في حاجات جديده هنعملها ان شاء الله، ولكن الحمد لله على المكسب. شوف، انا عايز اقول لك حاجه، انا اتمنى، انا عندي طموحات كبيره قوي، اتمنى ان انا اوصل لاقصى مدى في البطوله، وكل ماتش بنشتغل عليه، وان احنا عينينا على ان احنا نروح ابعد. بس كنا هنلاعب الاتحاد كل الناس عارفه ان هو فريق كبير وفريق من الفرق القويه جدا في المملكه، ويمكن انا كمان كمدرب يعني اعرف قوتهم كويس قوي. ولكن كونك انك تعدل دور الثمانيه في اول بدايه خطواتك الاولى في دوري جميل، فافتكر ان هو شيء كويس للاعبين وشيء كويس للنادي نفسه، شيء كويس. على فكره الناس مش مقصره، مجلس الاداره مش مقصره، ابو بدر مش مقصر اللي هو رئيس النادي، اعضاء مجلس الاداره مش مقصرين، كل الناس مش مقصرين، وبيشتغل الامكانيات اللي عندنا. وان شاء الله امكانياتنا بتعلى بلاعبتنا، وهتعلى اكتر في كل المجالات ان شاء الله. اليوم بصراحه كابتن كان ظهور احمد الحمودي مفاجئ بصراحه، وكان له يعني بصمه كبيره في المباراه. حمودي جاهز وكل حاجه، بس ده انت لازم اول حاجه اللعيب المحترف. حمودي لعيب كبير، حمودي جاي من نيو شاتي، لعب في سويسرا في انديه كبيره، في نادي كبير قوي في سويسرا. وحمودي من اللعيبه الكبار، وكان بيلعب في نادي الزمالك، وكان في كلام انه في اهلي وفي زمالك وفي اكتر من نادي عايزه. ولكن كون ان انا انزل حمودي، فبختار له الوقت المناسب علشان يبدع، لاني عارف السعوديه، انا عارف جيدا ان النظره الاولى بتدوم للاعب، فاللاعب لو ما اداش كويس في اليوم ده اقدر. هو كان جاهز، كان ممكن يلعب من الاول، لكن انا فضلت اشركه في اوقات يشوف الملعب ويستكشف اللاعبين. فتره التوقف كابتن ممكن تكون سلبيه على الفريق؟ طبعا، يعني انت عارف، انت بتعمل انت تاني توقف، فانت بتطلع من اعداد لاعداد، فانت يعني، بس في فرق طبعا بتكون محتاجاها كويس قوي، بتبقى حلوه، والفرق تانية ما بتبقاش كويسه. ولكن افتكر انه ما باليد حيله. انت عارف المنتخب السعودي ربنا يوفقه ان شاء الله في المباراتين القادمين، يعني هيلعب في تصفيات كاس العالم، فانت ما تقدرش تتكلم. لكن التوقفات الكتيره تضر ببرنامج الفرقه السنوي. رسالتك كابتن لاعبين المنتخب السعودي؟ القلب، العبوا للعلم وموتوا نفسكم، لانه عالمكم يستاهل وبلدكم يستاهل ان انتم ان شاء الله تودوم كاس عالم، لانكم كنتم متمرسين في كاس العالم، رحتوا مرات كتير ورا بعض، وكاس العالم شرف كبير قوي لاي نادي واي بلد. فانا اتمنى من اللاعبين السعوديين ان شاء الله بقلبهم القوي يكسبوا المباراتين الجايين ان شاء الله. ربنا شكرا، اشكرك.